السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنقدم النهاردة وصفة شوربة عدس. المكونات: جزر، فلفل، فلفل حار حسب الاختيار، بصل، طماطم، بطاطساية، كمون، كزبرة، ملح، توم، وعدس مغسول. ومعانا مرقة لحمة أو مرقة فراخ، لو مش متاح مرقة ممكن مية، ونحط فيها مكعبين مرقة دجاج. على ما هنا زي ما حضراتكم شايفين المرقة بتاعت العدس غليت. هنبدأ ننزل فيها المكونات بتاعتنا. هنبدأ ننزل بالجزر والفلفل، البصل، البطاطس، طماطم، الثوم، العدس، هنسيبهم على النار لحد ما العدس يستوي والمكونات كلها تستوي. رجعنا لكم تاني بعد ما العدس استوى، وده الشكل النهائي بتاع العدس بعد ما استوى. زي ما حضراتكم شايفين كل المكونات استوت. هنبدأ دلوقتي نضرب العدس بالهاند بلندر لو متاح عندنا، لو مش متاح هنضربه في الخلاط. ودلوقتي زي ما حضراتكم شايفين ضربنا العدس وهنحطه على النار تاني يغلي. وده القوام النهائي بتاعنا بتاع شوربة العدس. طبعا لسه هو ما خدش اي توابل، لا ملح ولا الكمون ولا الكزبرة بتاعته. دلوقتي هنحط الملح والكمون والكزبرة، ورجعنا لكم تاني بعد ما عرفنا شوربة العدس. هنقدمها مع عيش متحمص وبصل بالخل، وبالهنا والشفا. ونشوفكم في وصفة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.